تثير الأغاني المثيرة للجدل دائما اهتمام الجمهور وتثير نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، وهذا بالضبط ما حدث مع أغنية كبي أتاي للمغني المغربي يوسف الملياني التي أثارت جدلا واسعا في الأيام الأخيرة. الجدل والانقسام في الآراء. أثارت كلمات الأغنية جدلا كبيرا بين النشطاء والجمهور المغربي. انتقد البعض المغني لاستخدامه لكلمات نابية وإيحاءات جانحة في الأغنية، واعتبروها إساءة للمرأة وتشجيعاً لتعاطي المخدرات والكحول وتنميطاً سلبياً للفتيات القاصرات. وأعرب هؤلاء النقاد عن استيائهم من المحتوى الذي يروج لقيم سلبية. من ناحية أخرى، دافع محب المغني وعشاق الراب عنه، مؤكدين أن مضمون الأغنية يعبر عن واقع الشباب ومشكلاتهم اليومية، وأن الكلمات التي استخدمها المغني ليست بالضرورة تعكس رؤيته الشخصية. اعتبر هؤلاء أنه من المهم فهم سياق الأغنية وعدم التشدد في تفسيرها بشكل سلبي. دور هاشم البسطاوي. انضم الممثل المعتزل هاشم البسطاوي إلى الجدل وأثار المزيد من الضحكات والنقاشات. قام البسطاوي بنشر مقطع فيديو على حسابه في موقع إنستغرام يظهر ترجمة كلمات الأغنية من الدارجة العامية إلى اللغة العربية بأسلوب ساخر، حيث قدم الكلمات على أنها قصيدة شعرية تنتقد المحتوى اللا-فني للأغنية. الردود على مواقع التواصل الاجتماعي. تفاعل الجمهور والنشطاء بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء وتباينت التعليقات. بينما أشاد البعض بالأغنية واعتبروها تعبيراً عن واقع الشباب، عبروا عن حبهم للمغني وتقديرهم لجرأته في التعبير عن القضاء بحرية. عبر آخرون عن استيائهم من المحتوى الجريء، واعتبروا أنه يؤثر سلباً على المجتمع وقيمه.